السلام عليكم، ورجعنا لكم فيديو جديد. هنعمل فسيخ العيد سوا. مش تحطولي لايك واشتراك اللي والقناة انا لو مش عمايله مشتركين، الاسود وتفعلوا زر الجرس ونسمع زي بس ما صوت بيقول الفيديو. الحكايه. نجيب السمكه تكون طازه وعينيها بتلمع كده، وتكون سمكه طازه اهي. شايفين عاملين السمكه عامله ازاي؟ تجيبي بقى، انت عايزه تجيبيه كبير تجيبيه وسط زي ما انت عايزه، وتقومي ماسكاه فاتحاه من هنا كده ومنضفاه، تغسليه حلو خالص كده من هنا عشان الدم اللي فيه كله ينزل. لسه اهو شفت عامله ازاي اهي، زي الورده اهي متنش. تغسليها حلو خالص، ما تخليش فيها حاجه. تغسليها حلو كده من اولها لاخرها. شايفه السمكه بتبرق ازاي؟ شايفه عينيها لما ازاي ونضيفه؟ بصي من جوه انا غششها ورده اهي. تغسليها حلوه قوي، النغاشيش دي اهم حاجه فيها، تقعدي تغسليها حلوه قوي متخليش فيها حاجه. شايفه لغايه لما تلاقيها زي الفل اهي. شايفه النغاشيش؟ زي ما انت عايزه اهي، هاتي كيلو هاتي اتنين اللي انت عايزاه. ممكن تفتحي مشروع وتكسبي منه دخل، تبقي زي ام مكه كده. شايفه السمكه كل قشطه اهي. اهم حاجه انك تجيبيه طازه ومش متلج. سيبي النغاشيش دي جامد جدا، تقعدي تدعكي فيها لغايه لما تخليها فل. شايفه؟ خليها تغسليها وخليها كده فل كده. عندك اي ازازه كده هو تمسكيها اغسليها ونضفيها
وهاتي السمك ده نزلي كده اهوت على الرز. ليه بقى كده اهوت؟ هيصفي الميه اللي فيه والدم اللي فيه كله هيصفى هنا تحت. نصفيه كده نخليه واقف كده اهو عشان ينزل كل اللي فيه. بسم الله. ايه رايك بقى كده اهو؟ سيبيه يتصفى للصبح. ايوه سيبيه كام ساعه لغايه لما يتصفى خالص وينشف. سيبيه بقى يتصفى كده اهوت. انا عاملاه بالليل وبكره الظهريه ايه نعمله مع بعض، نملحه مع بعض. ماشي كده اهم حاجه في الفسيخ بقى عشان ايه مش يتلوث ولا يجرى له حاجه، انك تحكميه يكون في ازازه كده ومقفوله حلو. شايفه مقفوله حلو ازاي؟ اهي مفيش حشره تخش فيها ولا دبانه تيجي عليه ابدا. دي اهم حاجه فيه عشان مش يعمل تسمم. اهم حاجه ما تجيش عليه لا حشره ولا يجي عليه دبانه. كده هو دلوقتي كده مظبوط 100 100. الصبح نعمله ان شاء الله. السمك اهو شايفين. وجبنا الصينيه ده بقى بعد ما بيتناه يوم، صح؟ احنا عاملينه بالليل وجبنا لنا حتى بعد. وكان في العلبه اهي اللي حطيناها فيها ونزل ميته. شوفي ناشف ازاي. ونشف نشف ونزل ايه ونزل ميته. وكنا سيبناه امبارح، كان ماما غسلته كويس جدا وغسلته من الخياشيم تمام. وحطيته يتصفى، يعني كان وش السمكه كان تحت في العلبه زي كده. شفتي كده؟ شوفي العلبه. انتوا شايفينه برضو في اول الفيديو اهو نزل ميته والسمكه بقت ناشفه. وده سمك بوري. ايه هنملحه بقى ايه؟ هنملحه معاكم. اهي شفتوا ميته كلها اهي. ميته كلها اهي. ميته نزل ميته وبقى ناشف. حطي ملح قد ايه ملح؟ زي ما انت عايزه. ملوش يعني انت عايزه تملحيه تزودي ملح زي يبقى ملحه كويس. يعني مش تكتري. هو دول كام سمكيه؟ مش عارفه. بصي ماشي. ودي شطه. ماشي. وبرضو الشطه برضو على حسب الرغبه يعني زي الملح كده. ودي كركم، لازم تحطي له حبه كركم وشطه. ليه الكركم؟ بيحفظوا. الكركم والشطه بتحفظه. ايوه الشطه بتحفظ. ماشي. يبقى شويه ملح على حسب الرغبه، على حسب ما انت عايزاه مالح ولا عذب. وشويه كركم وشويه شطه. الكركم والشطه حطوا شويه حلوين يعني. كركم والشطه لحفظ السمكه يعني. وبعدين ده فسيخ فلازم يتعمل كويس عشان بيتسمم. هو بيتعمل كويس. اهم حاجه انك تحفظيه وانت بتشطفيه. ما يجيش عليه ما يجيش عليها دبانه ولا حشره ابدا. ده ايه؟ ده برضو ملح وكركم وشطه. كنت عامله بيه فسيخ قبل كده. ده ملح كان خشن. ده ملح خشن. بس بقى انت تمسكي السمكه وتفتحي خياشيمها كده كده اهو. تحطي فيها من هنا بس من الخياشيم. يملي الخياشيم كده وعبيها من الخياشيم كده اتكي عليها. تمشي. يملي الخياشيم كده وعبيها واتكي عليها. ليه؟ اهم حاجه اتكي عليها. الخياشيم ديت هي اللي هتملح. وبعدين بقى تعينيها في مكان بعيد خالص عن الضوء. عن الضوء وعن اي حد يشمه، لان بعد يومين كده او 3 ايام ريحه الفسيخ هتطلع. ريحته بتطلع تبقى فظيعه.
فانت بقى تخبيها في مكان بعيد، في حته ضلمه، بعيد عن اي حد ايوه. وبعيد عن اي حشره. انت كده بتملي ايه؟ بتملي الخياشيم الخياشيم من الملح الخياشيم من الملح والكركم والشطه ملح الخلطه الكركم اللي والشطه، تك عليها كده وتملاها حلو، اه لان الخياشيم دي هي اللي ايه تحدق السمكه وتحافظ عليها. اه بتحافظ عليه. الخياشيم بس. ايوه خشين بس، السمكه كلها زي ما هي. السمكه كلها زي ما هي، ما فيهاش ايه غير الخشين بس، هي اللي اتحشت الخلطه. كده مش اي حد برضه يعمل الفسيخ، عشان يعني ايه، لو مش واثقه قوي ان انت تعرفي تعمليه او انك تحافظي عليه ما تعملوش احسن يعني. ايوه لان ده عايز اهتمام، اه عشان مش حد ما حدش يجيله سم ولا حد يتعب منه. صح. نظافه واهتمام، اهم حاجه النظافه. ايوه. بسم الله، هنكملهم ونرجع لكم. اهو كده عملنا كمية السمك اللي معانا. كده عملنا كمية السمك اللي معانا. اهي كيسة ورشينا فيها شوية الخلطة. حطينا سمكتين ورشينا عليهم الخلطة. بس انت بترشي يا دوبك ايه، رشة كده بسيطة. ايوه لان هو اما هيتملح هينزل الميه، فالميه هتشرب ده كله. ايوه صح. بسم الله. وصلوا كده على النبي في الكومنتات تقولوا ما شاء الله، واللي ناوي يجرب يعمله بنفس الطريقه دي يعرفنا. تقفلي عليه ما تدخلوش هوا، صح؟ مش تشيله هوا خالص، تمسكيه جامد كده تقفلي عليه جامد بقى. وعايز كميه اكياس ما اقولكيش. كنت بتقولي لي بتحطي كميه اكياس الوان، يعني اول حاجه بتبقى البيضه دي. وبعد كده اي اكياس عندك مش محتاجه بس تكون نظيفه. نظيفه حطي فيها اي اكياس عندك، بس ايه تكون نظيفه. ايوه كده. شفتي ما تخليش فيها هوا خالص. حتى الكيس اللي بعده كله كل الكيس اللي انت هتلفيه فيها ما تخل... يعني بتلفيه في اكياس كتير، ما تخليش في اكياس هوا. لمك بقى. احنا عندنا سمكة ما شاء الله، عندنا 7 سمكات. احنا 5 سنة واتنين بنعمل بيهم كده. انا ما قطعتش حاجه، هو كل الكيس المحطوطين بصي بقى واعملي كده الكيس خلف فلان. اي كيس تحطيه بعد كده حطيه ايه خلف فلان. ليه؟ هو كده يعني. عشان بعد كده اول مره ماما تعمله. عشان بعد كده هتقعد تقلب فيه، يعني بعد 3 ايام تقوم قلبها الناحيه الثانيه، وبعد يومين تقلبوا الناحيه الثانيه، وبعد يومين تقلبوا لمده 15 يوم. ايوه خلف بقى، عشان لو حاجه نزلت منه تبقى الناحيه الثانيه. استني بقى 15 يوم قافله عليه في حته نظيفه، في حته ضلمه، مجمده عليه جامد بعيد عن اي حد. وخدي بالك بقى ايه ان في حشر، ان يكون في حته وحشه، يكون في حته فيها نمل، لا. ايوه خساره برضه يبوظ، فاهتمي بيه لو هتعرفي، يعني مش هتعرفي تعمليه ما تعملوش. انا ما قطعتش معاكم حاجه، هي كل حاجه موريها لكم بالظبط. وبعدين مش اول مره ماما بتعملها كل سنه لينا برضه. فانا مورياكم كميه الاكياس اللي بتتحط، ووريكم ان هي ماما بتقفلها اهو خلف يعني اهو. ثانيه
الربطة تحت، فايه كل حاجة خلف خلاف، يعني كل كيسة خلف خلاف. اهو كل مرة بنفضي الهواء منه ونرجع نربطها تاني عشان ما تدخلش اهي كده. وهندخل برضو خلف خلاف، يعني الربطة هتبقى تحت، لان مش فاهم، الربطة هتبقى تحت، الربطة دي هتبقى تحت في الكيس اهو كده. واللي برضو بيعملها بطريقة تانية يعرفنا، بس هي ملهاش غير الطريقة دي وسهلة يعني. هي سهله بس اهم حاجه فيها النظافه. اهم حاجه فيها لما تغسليها وتحطيها في كده اهو زي ما انا عملتها، او زي بتاع اي ترى انت عايزاها، ما تجيش عليها دبانه ولا حشره ولا اي حاجه من الحاجات دي، ولا ناموسه ولا اي حاجه، باذن الله يطلع زي الفل. احنا كل سنه بعملها. ايوه، هو الموضوع اللي فيه نظافة بس، نظافة واهتمام كده. ده بقى ينفتح عليه يوم قبل العيد. ده ينفتح عليه بعد 15 يوم بالظبط. شوف النهارده كام في الشهر. بتعملي ايه بقى كل فترة؟ بتقلبي عليه ازاي؟ يعني بعد 3 ايام. بعد 3 ايام انت حاطاه كده اهو وقلباه كده اهو. عشان يعني اللي تحت ينزل، عشان هو بيعمل ميه. هو بينزل ميه، بتقلبي ميته، فالميه دي هي اللي هتسويه. خلاص كانك مخليه بقى هو كده. بعد 3 ايام او يومين اعمليه كده اهو. بعد 3 ايام او يومين اعمليه كده اهو لمده 15 يوم. النهارده كام؟ النهارده 11 في الشهر، باذن الله نفتحه يوم 16، يوم 26. يوم ايه؟ يوم 26 او 27 وهوريكم. ايوه. وبعد كده بقى انت مش تكليف رمضان ده عشان الميه والعطش، لا ده على العيد، ده للعيد. ده للعيد. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، وعرفناكم الطريقه من بدري اهو عشان اللي يلحق عايز يعملها. وايه، وبرده ما تنسوناش في اللايك واشتراك في القناه لو مش مشتركين، وقولوا لنا رايكم في الفيديوهات، وعايزين نعمل فيديوهات ايه تاني معاكم. سلام.